حصل لي موقف ما اتمنهوش لألد أعدائي النهارده والله. قاعدة وصاحية في أمان الله وعاملة كوباية نسكافيه، ودي ما بتحصلش خالص، وقاعدة بسمع أغاني وبقالي قرن ما سمعتش أغاني. وكانت المفاجأة لقيت موبايل جوزي بيرن، وحماتي بتقوله أنا حماتي في محافظة غير القاهرة، بتقوله إن هي في القاهرة بتخلص حاجات وهتعدي علينا. ودي كانت أول مشكلة، إن الشقة كانت تضرب تقلب، يعني من تراب لكركبة لكل حاجة. أول حاجة قمت اتشقلبت في الشقة واتنططت، عملت الشقة كلها مسح وكنس وتلميع وكله، غيرت ملايات وكله، وعملت أكل لينا وأكل لحماتي وعملت لها حلويات. لما خلاص كانت كل حتة في جسمي بتقولي ارحميني من الوجع. مش المشكلة مش هنا أصلا، المشكلة بقى في إن حصل كمية كوارث اليوم ده غير طبيعية، أنا نفسي ما كنتش متخيلها. أول حاجة بمسح بالموب، لسه شاريها ما كملتش شهرين، لقيت العصاية الستانلس بتاعتها اتقطمت اتنين. قلت يلا خدت الشر وروحت، مع ان قلبي وجعني عليها بصراحة، عشان لسه شاريها جديدة وغالية. واقفة بمسح في أمان الله لقيت اللمبة فرقعت. بنده جوزي يقول لي اللمبة فرقعت ازاي، قلت له والله واقفة لقيتها فرقعت برضه مش عارفة ليه. قال لي يا ستي مش مشكلة. واقفة في الحمام بصبنه لقيت السماعة بتاعة الدش اتكسرت، نزلنا اشترينا واحدة. ولقيت ابني جاي بيقول لي ماما موبايلي باظ، اشحن الموبايل ما بيتشحنش. كان يوم مليان كوارث، وختمت بان احنا جايين الست لسه داخله بنفتح المروحه، المروحه مش راضيه تشتغل. يا ستي يهديكي يرضيكي اشتغلي، مش راضيه تشتغل. راح جوزي واخدها على قلبه يعني ونزل مصلحها، والراجل قاعد يقول له موتور ومش موتور. تفتكروا الكوارث دي كلها كانت من ايه؟ صربعة ولا قلة توفيق ولا ايه؟ تابعوني وتابعوني